كاين جائزة قيمتها 100,000 دولار. ثم خاوتي ونحبكم ونصالحكم من الاخر تاع الاخر. هذه ما عندها لا علاقه لا بالسحر لا بالجنه بحتى حاجه. هذه عندها علاقه بالطاقه، اللي امنوا بقوه الطاقه. خويا العفايس، عندي خاتم تبحر لي. الخاتم هذاك ما نلبسوش كي نكون مريض، ما نلبسوش كي نكون منرفي، ما نلبسوش في العياد، ما عنده حتى علاقه بالسحر. لازم تفهموني. هذا الخاتم اللي يلقاهوني 100,000 دولار من عندي، وعد. في بداية نشأة الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح لم تكن تعبد من دون الله. كانوا 5 رجال صالحين: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. كانوا صالحين وكانوا يحبوهم الناس ويقتادوا بهم. كي ماتوا حزنوا عليهم وبكاو. هنا الشيطان خدم الخدمة ديالو، قال لهم اصنعوا لهم تماثيل تتذكروهم وتتفكروهم، وما كانوش يعبدوها. راح الجيل هذاك، جا جيل آخر ولات تعبد من دون الله. الطريق هذا يعني نهايته واضحة، تولي مشرك بالله، ما فيهاش يعني خلاف. انت قلت ما نلبسوش كي نكون مريض ولا في الأعياد ولا كذا، يعني هنا راك تعتقد فيه أمور، يا إما النفع يا إما الضر، والنافع والضار هو ربي سبحانه. الأمر الثاني، هذه الأمور العلماء يقولوا أنها تدخل في التمائم التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. والأمر آخر، راك فتحت باب للدجالين وللمشعوذين باش ينشروا الأمر هذا ويخدموا خدمتهم ويبيعوا الخواتم اللي فيها يعني تجلب الرزق، والخواتم اللي يعني تجعل لك القبول والزواج. فتحت لهم باب وسهلت لهم الأمر. على هذه نصيحة ليك والخواتنا اليوم يسمعوا: اتعلم ما هو التوحيد، وما هي نواقض التوحيد، وما هو الشرك، لأنه هذا الأمر هو اللي دخلك يا إما الجنة يا إما النار. خالد مخلد، ما فيهاش نقاش. ربي سبحانه ما جاملش في الشرك، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. تولي تواجب عليك أنك تعلم ما هو الشرك، كيفاش ما نشركش بربي، باش ما نكونش خالد مخلد في جهنم.